وحشتوني كتير يا حلوين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص ايام بسيطة بتفرق بيننا وبين العيد، يجي علينا وعليكم بالخير يا رب ان شاء الله، وعلى كل حبايبكم وحبايبنا يا رب. دي جولة بسيطة عملتها يوم الخميس اللي فات لما نزلت في سوق الخميس. صورت كده شوية حاجات معينة، ولاني ما كنتش الصراحة نازلة اصور، كنت نازلة اشتري حاجات ناقصاني من سوق الخميس. وبصراحة اسعارهم حلوة جدا بالنسبة للمحلات. الناس اللي نزلت تشتري من المحلات لبس العيد، الاسعار فوق الخيال، فوق السحاب مش فوق الخيال. ففي حاجات كده ينفع نجيبها من هنا، وفي حاجات مثلا مش هينفع نجيبها من هنا. فكل واحد ناقصه حاجة كده ينزل يبص عليها، عشان باقي فرصة واحدة بس، وهي الخميس اللي جاي ان شاء الله. تمام كده. فكل اللي عايز حاجة وناقصه حاجة صدقوني هتلاقوا فرق كبير جدا جدا في الاسعار، خصوصا بقى في البنطلونات الجينز والشراويل البيتي. الناس اللي عايزة تيشيرتات صيفي، مش هتلاقوا شتوي قوي في السوق، اللي هو السويت شيرتات والحاجات دي. فاللي ناقصكم تعرفوا تجيبوه من الاسواق هاتوه، لان المحلات زي ما قلت لكم اسعارها بقت فلكيه. يعني قولوا بقى ان انتوا توفقوا حاجه من هنا على حاجه من هنا، وربنا ييسر للجميع ان شاء الله. وزي ما قلت لكم كده في شويه حاجات عجباني جدا في السوق، هصورها لكم هوريها لكم وهقول لكم الاسعار وتجهيزات الكحك. الناس اللي لسه ما عملتش كحك من اول والله ال4 ب10. الشراويل يا جماعه زي ما قلت لكم كده في 170 180 المقاسات الكبيره اللي هي المقاسات الخاصه اللي هي 5 اكس و4 اكس ب 220 جنيه. الاسعار يعني بتاعت الشراويل كويسه. في خامات ب150 اللي هي الخامات اللي شويه على قطن، لكن الخامه اللي هي الغطس دي من 170. تمام، من 170 جنيه. وفي كل المقاسات. بالنسبه بقى لفرشه ام مازن، عندها شويه جينزات تحفه ما شاء الله. الناس اللي لسه ما جابتش جينزات ليها انزلوا عند ام مازن، عندها تشكيل حلو قوي الصراحه. دايما بيبقى عندها موديلات مختلفه. الاسعار عندها يا جماعه من اول 350، اغلى بنطلون عندها ب450 على حسب الموديل. وزي ما قلت لكم في كمان شارلستون ب280 تقريبا 270. تشكيل حلو قوي من البنطلونات. وكمان الشميزات الجينز والجواكت الجينز عندها برضو البنطلونات الاسود والبيج والجينز العادي. في بقى السكيني وفي الوايد ليج وفي كل الموديلات. واكتر حاجه بتعجبني عند ممازن المقاسات. يعني ما شاء الله عندها مقاسات حلوة قوي، المقاسات الكبيرة والمقاسات الخاصة. ومهما كان يعني ما شاء الله هتلاقي مقاسك عندها، ده اكتر حاجة بتعجبني عندها. كمان تشكيل الشميزات الجينز والجواكت برضو عندها تشكيل حلو. طبعا الناس شغالة ما شاء الله من اول رمضان تشتري، بس بصراحة هي يعني كل اسبوع بتجيب شغل جديد. كل اسبوع كل يوم خميس بتجيب شغل جديد. ان شاء الله الخميس اللي جاي برضو هيكون معاها شغل جديد. فاللي عايز حاجة ينزل بقى ياخدها من عندها ومن السوق عامة، هيبقى قوي جدا ان شاء الله الخميس اللي جاي. وان شاء الله نتقابل هناك. تمام. دايما بقابل ناس منكم هناك ما شاء الله عليكم، والله ناس في قمة الذوق والادب والاخلاق. دايما كل حبايبي بقابلهم في سوق الخميس. دي فرشة ايهاب. انا صورت لكم الفروشات اللي وقفت عليها وخدت منها حاجات، فاهمين؟ يعني فرشة ايهاب من الفروشات المميزة جدا، الشنط بتاعته حلوة قوي الصراحة. الاسعار عنده كانت بادئة من 35 كومة كده ورا صغيرة، وبعد كده هنا 100 و120، وشنط الظهر 170 جنيه. تمام. وفي هنا شنط ب75 على فكرة. يعني الكومة دي هو بس اللي بيبقى عارف السعر. دي ب100. تمام. دي ب120. ماشي. دي برضو 100. في منها البيج وفي منها البينك وفي منها اللي هو اهو تحتها البيج على طول. ففي تشكيل الصراحة موجود من الشنط. وزي ما قلت لكم الاسعار هنا على الفرشة الكبيرة من 75 100 120، وشنط الظهر 170 جنيه. الفرشة الصغيرة كانت تصفيات، كانت بيبيع منها ب35 جنيه. خدت لكم منها برضو لقطة على فكرة. بس الصراحة خامات الشنط عنده وهمية بجد حلوة قوي، بتعجبني جدا. وبيعجبني التشكيل عنده، مش كل الشنط شبه بعض شكل بعض، لا، عنده تشكيل كبير الصراحة. فانتوا لما تنزلوا بصوا بصة. دي الفرشة اللي هي ب35 عليها شنط، اعتقد انها تنفع اطفال اكتر. ممكن يكون برضو فيها ديفوهات معرفش. فانتوا برضو ايه زي ما قلت لكم ابقوا بصوا بصة. طلعنا من الشارع اللي في وش السجل المدني بتاع المطرية على طول. انا هنا كده قدام السجل يا جماعة. في بقى فروشات كتيرة جدا جدا في الشارع ده مالية الدنيا. الراجل ده بيبيع المناديل بالميزان يعني بالكيلو. الكيلو معاه كان كان ب70، اسفة، كان ب70 جنيه. وكمان معاه الصواني الالومنيوم دي، يعني هي ولا تقيلة ولا خفيفة، متوسطة. كان تمن الصينية المفرودة اللي في ايدي دي 120 جنيه. اعتقد انها مقاس 32.
تمام. اعتقد انها مقاس 32، يعني هي الكبيرة اكبر واحدة في الصواني اللي بتبقى طقم التلاتة مع بعض. دي المقاس الكبير، كان تمنها 120 جنيه، لا تقيلة ولا خفيفة زي ما قلت لكم. كمان كان معاها اطباق السلس، الطبق ب10 جنيه. ترنجات الاطفال اللي فاتت دي الخامة الغطس متدرجة من 220 على حسب المقاس، يعني تقريبا اكبر مقاس فيهم اللي هو 12 سنة كان سعره 280. تمام، 280. الفرش ده برضو كان بيبيع اي طبق من دول ب10 جنيه. تمام، تشكيل كبيرة جدا من المقاسات كلها، سعر واحد. اي طبق فيهم كان ب10 جنيه. كان معاه ما شاء الله طاولة كبيرة قوي، والناس كلها كانت بتاخد منه يعني. فقلت برضو ايه اوريكم السوق، ما شاء الله مليان حاجات كتير، وكل واحد غرضه في حاجة هيلاقيها. يعني السوق مليان زي ما قلت لكم. في فروشات كتيرة جدا. هندخل بقى الشارع بتاع القماش. بالمناسبة البوت دي ب150 جنيه. تمام، قلت اقول لكم على سعرها. وهنا ده محل الست هنا اللي هو بتاع الديكورات والمفروشات وكده، فهم كانوا حاطينهم بره، فسألت لكم على سعرهم. بعد كده هاخدكم ونروح. احنا هنا في الشارع اللي في وش مسجد مستشفى المطرية. هتدي ظهرك للمسجد هتلاقي الشارع في وشك، ودي فرشة كبيرة جدا لقماش الفسكوز، والقماش اللي هو بيتفصل اسدالات او كارديجانات، ستات، على حسب انتوا هتستعملوه ازاي. ساعات بيكون في قماش كده لقطة في النص اللي هو خامة تقيلة، مش من خامة الفسكوز، بس بيبقى بنفس السعر على فكرة، زي القماش اللي قدامي ده اللي هو ايوه ده. تمام كده. بصوا، كنت عايزه اقول لكم حاجه قبل ما انسى. الخامه دي مش فسكوز، بصوا هي خامه شويه. بصوا اهي، انا كده قربتها لكم اكتر. بجد الخامه حلوه قوي، ما اعتقدش ان الخامه دي تكش زي الفسكوز. تنفع بقى تعملي منها اللي انت عايزاه بقى، ستات زي ما قلت لكم، كارديجان، تعملي منها بنطلونات واسعه للصيف زي ما انتوا حابين. الخامه فعلا عجبتني جدا، وتقدروا بقى توظفوها زي ما انتوا عاوزين، حتى لو اسدال يعني مفيش مشكله، براحتكم. بس زي ما قلت لكم الخامه محمله شويه. تنفع اكتر دريسات، تنفع اكتر بنطلونات للصيف. السعر 40 جنيه للمتر. وفي حد قال لي ان الفسكوز هنا بيكش، القماش ده بيكش، فتاخدي مقاس يعني لو انتي مثلا عايزه 3 متر خليهم 3.5. يعني ده اللي اتقال لي. تمام، فقلت طبعا اقول لكم، علشان برضو اي حاجه انا بسمعها في السوق متعوده ان انا اقولها لكم، علشان تاخدوا خلفيه. اللي عايزه تجيب مثلا اسدال 4 متر تزود نص متر للكشاشين، يعني تخلي المقاسات تكون اكبر. تمام. على حد ما الناس قالت لي قلت لكم. تمام، المتر هنا ب40 جنيه. عندها تشكيل كبير جدا من الالوان، كل الالوان اللي تخطر على بالكم بقى موجوده. يعني ما شاء الله الفرش بتاعها كبير ومتنوع، وزي ما قلت لكم الخامه اللي كانت عندها دي عجبتني قوي. انتي ماشيه في نفس الشارع على ايدك الشمال هتلاقي محل كده فيه مكنه خياطه تقريبا، يعني بيفصلوا لو حد عايز يفصل. عجبني قوي القماشه دي. القماشه دي تنفع جدا جدا الجلابيات البيتي اللي هي في البيت الخفيفه دي بتاعه الصيف. لونها كمان حلو، تعملي منها بيجامات برضو. اعتقد انها جميله قوي الصراحه، انا عجبتني. خامتها قط. سعرها 50 جنيه للمتر، المتر عرض متر ونص. تمام، دي كل التفاصيل. بصراحة خيالية لو عملتوا منها بيجامات صيفي او جلاليب للبيت او قطات او الحاجات دي، يعني كاشات او كده، حلوة قوي. تعالوا بقى للبنطلونات دي. ده محل على ايدك اليمين، حاطط كده ستاندات في وسط الشارع كلها بنطلونات جينز اطفال. اي بنطلون عليهم كان ثمنه 170 جنيه. تمام. ده حلو الصراحة، من الستايلات الجديدة، بما ان فيه في النص كده ستايلات قديمة بتاعت السنين اللي فاتت، زي اللي فيه الخرز واللي عليه الرسومات. فبصراحة في النص كده هتلاقوا حاجات ستايلات جديدة، وسعرها لقطة بالنسبة للهبل اللي بنشوفه في الاسعار في المحلات. يعني بنطلون قد كده اهو و350 و400 جنيه، يعني عيلة لسه ماشية قريب. حاجات كده اسعار غريبة الصراحة، بس يعني ايه، ففي لقط حلوه في سوق الخميس. بالنسبه للي كانت سالتني حبيبتي، اللي سالتني على قماش تنجيد المراتب، القماش ده موجود عندها، قالت لي ب40 ويمشي 35 المتر. فبصراحه عندها برضو تشكيل حلو من قماش المراتب، موجود برضو في شارع القماش اللي في سوق الخميس. تمام. البنطلونات الكبيرة برضو موجودة، اي بنطلون منهم. سعر البنطلون كان 350 جنيه، وده طبعا لو مش الغلا اللي بره ما كانش السعر البنطلون هنا في الشارع ده بقى ب350. فهم كخامات حلوة.
كألوان برضو يعني معرفش، حاساها ألوان قديمة شوية، بس في النص موديلات برضو جديدة زي ما قلتلكوا. انتوا بصوا على الاستندات والله ما هيقعدوا، خلي بالكم بالنسبة للسعر انه يبقى 350، واعتقد ان اكيد في فصال برضو مش هيقعدوا، لان الاسعار بقت صعبة جدا في المحلات. ان شاء الله تهدى بعد العيد. المفروض ان كان في اوكازيون شتوي، طبعا ما فيش اوكازيون ولا اي حاجه. اي حاجه تشاور عليها يقولك ب700 بعد الخصم، ب800 بعد الخصم. امال هي كان بكام قبل الخصم يا ابني؟ ف الله المستعان بجد. ان شاء الله يعني الاسعار تنزل بعد العيد، ولو ان اصلا بعد العيد الناس مش هتلاقي حاجه عشان اسعارها تنزل. المهم القماش اللي قدامنا ده انا مش فاكره اسمه، حد قال لي عليه في السوق بس ما افتكرتوش. هو عامل زي القطن كده، بيتفصل منه برضو الجلاليب البيتي بتاعت زمان. تمن المتر فيه 25 جنيه. خامته حلوة الصراحة، هي تكاد تكون يعني من الشيا شوية تقريبا من الطباعة، ما تتغسل هتطرى، بس مش بلاستيك يعني، خامته حلوة ماشي. وكل اللي كانوا بياخدوا منه يعني قالوا له هيفصلوه جلاليب للبيت وحاجات من دي يعني. تمام تمام. هاخدكم بعد كده ونشوف برضو ايه قماش التنجيد والحاجات دي، عشان يبقى احنا بصينا هنا وهنا. عجبني كام حاجه زي ما قلت لكم. والقماشه اللي في ايدي دي الاول المتر فيها ب40 جنيه. تمام. ظهرها زي ما انتوا شايفين كده، هي شويه عامله زي الكتان كده، محمله وتقيله. وفي منها كذا لون، بس في بقى خامه او قماشه عجبتني قوي، عجبني سعرها الصراحه. وكان في منها تشكيله موجوده مع الراجل يعني، ومش بواقي قوي لا يعني. كان القماش من اتواب ملفوفه كده. هوريها لكم برضو، بصوا دي عجبتني. فيها قطيفة يعني، هي سترايب كده، قطيفة غامق في فاتح، وفي النص مفيش، في فاصل كده. فهي بصراحة عجبتني برضو، وتقيلة جدا ومحملة وظهرها قوي. والمتر فيها عايزة اقول لكم ب50 جنيه، وعرض 150. تمام. في منها السترايب وفي منها اللي هو المدور، يعني في منها المقلم ده وفي منها المدور اللي في ايد حد ده. تمام. ده برضو نفس فكرة القماش، واللي هو قطيفة في كتان محمل كده، وظهره برضو كتان تقيل قوي. انا معرفش هو كتان ولا ايه، بس هي حاجة كده تقيلة ومحملة يعني. المهم ان المتر فيها كان ب50 جنيه. خامتها بصوا، في منها المورد، في منها المقلم، في منها اللي فيه حلقات. كل التشكيل موجود من نفس القماشة. بالمناسبة هو قال ان ده قماش معالج، يعني لو اتدلق عليه مية او شاي او اي حاجة بينطر الحاجة اللي اتدلقت عليه، ما بيشربهاش. فقلت برضو اقول لكم تمام، عشان لو عايزين مثلا تعملوا منه شيلت او حاجة تبقوا انتوا عارفين. وسعره حلو الصراحة، 50 جنيه، عرض متر ونص للخامة القوية دي. لا حلو جدا. ده بلاك اوت جلد. تمن المتر فيه 100 جنيه. تمام كده، تمن المتر 100 جنيه. عنده برضو منه الوان كتير موجودة عنده. طبعا طول ما انتوا ماشيين في الشارع القماش هتلاقوا اشكال والوان من القماش، سواء التفصيل او التنجيد او بواقي المصانع. كل ده موجود في الشارع. الناس اللي عايزة تجدد او تظبط ولسه قدامها فرصة، الفرصة الاخيرة هي قبل ان شاء الله قبل العيد اللي هو الخميس اللي جاي. في كمان بالمناسبة محلات ستاير بتكون مطلعة ستاير جاهزة متفصلة على التركيب على طول، زي مثلا المحل اللي قدامنا ده، او المحل ده بيكون اخر الشارع على ايدك اليمين، مطلع ستارة كبيرة جاهزة على التركيب، ملونة، تنفع اوض اعتقد. زي ما انتوا شايفين كده. قالت لي ب400 جنيه. اللي هي الزجزاج دي بصراحة لطيفة، ما شفتهاش وانا بصور. انا كنت عمالة افرد في اللي في ايدي دي، فما شفتش الزجزاج دي وانا بصور. بس بصراحة شكلها لطيف، بس مش عارفة سعرها كده حلو ولا لا. انتوا قولولي اذا كان سعرها حلو ولا لا. بعد كده هاخدكم ونروح بقى نخرج من الشارع ده، وهاخدكم على طول نروح نبص بقى على اسعار التوم، علشان التوم لسه في سوق الخميس الى الان سعر 15 جنيه للتوم الابيض اهو، وسعر 20 جنيه للتوم الاحمر. تمام كده. وفي توم صغير كده احمر صغير خالص كده، صغنطوطي خالص كده، اللي هي الراس فصين 3 مش عارف ايه، بيبيعوه ب17 ونص. فده موجود وده موجود. الناس اللي خايفة من الوزن في السوق، والله انا اشتريت منهم. موضوع الوزن ده معرفش انا الحقيقة يعني، على الله كده. بس انا شايفة ان هو لا، الكمية مناسبة. ان هو مثلا لو 5 كيلو، انا شايفة ان الكمية مناسبة، 10 كيلو شايفة ان الكمية مناسبة. فانتوا برضو بصوا في السوق، في كذا واحد بيبيع. ده انا خدت منه، عجبني التوم عنده الصراحة. عجبني ان هو مش اخضر قوي، يعني ناشف شوية. يعني العنش بتاعه او الورق بتاعه ده مش اخضر قوي، ناشف شوية.
ماشي. الروس بتاعته الى حد ما كبيره شويه ومفيهاش طينه زي بقيه الفروشات التانية. وزي ما قلت لكم برضو كان بيبيع الاحمر ب20 والابيض ب15. الناس اللي هتخزن في البلكونه اللي هو هيفضل معاكي زي ما هو كده بتاخدي الاحمر، لكن الناس اللي بتفرمه بتاخد الابيض. وطبعا اعتقد ان ده الصح، يعني ان الابيض هو اللي ما بيقعدش، بينشف بسرعه جدا وبيفضي، فالناس بتلجأ للفرم عشان تحافظ عليه. لكن الاحمر بيفضل يعني مده طويله وبيفضل معاكي عادي ان انتي تستخدمي منه، تعلقيه مثلا بس في مكان كده فيه تهويه وخلاص تستعملي منه طول السنه ان شاء الله يكمل يعني معاكم. انا كده قلت لكم السعر ووريتكم شكل الثوم. انا عجبني منه زي ما قلت لكم ان هو مش اخضر قوي وفي نفس الوقت ما فيهوش طينه انها بقى تحمل وتوزن والكلام ده. تمام. هو بيبقى مربطه كده زي ما انتم شايفين، والسوق مليان توم يا جماعه وبنفس السعر، كلهم بيبيعوا بسعر واحد. بالنسبه للميزان زي ما انتم شايفين هو يعني كانوا حوالي 6 كيلو اللي على الميزان دول، فانا شايفه ان الكميه مناسبه للميزان زي ما قلت لكم. ده غير ان هو بصراحه ولد محترم، هو اسمه محمد لو عايزين تشتروا منه. هو ورا بتوع الجبنه على طول. هو لو انت جايه من ناحيه المستشفى كده هو تقريبا اخر واحد بتاع توم جنب عم رجب بتاع الكرومب على طول. لو عارفين عم رجب بتاع الكرومب هتعرفوا مكانه على طول. ماشي. القرنبيط كانوا بيبيعوها الواحدة ب25. في ناس جوه على فكرة كان معاهم صغير كده بيبيعوا الواحدة ب15. وفي اكياس ملوخية كده منتشرة في السوق، ملوخية وبامية وخضار عامة، اي كيس كان ب10 جنيه. بالنسبة للأسماك أسعارها يعني من أول 35 جنيه التلاتة ب100 لحد 60 و70 جنيه جوه في السوق. الكوسة ب12 ونص، بتنقي منها زي ما انت عايزة اقولك في ناس بتبيعها ب20 وب25 جنيه كمان في المحلات. الخضرة هناك احلى حاجة، بتاخدي الحزمة بجنيه. تمام. ناس كتير بتبيع التلاتة ب5 وفي ناس بتبيعها ب2 جنيه. ففي السوق الخميس احلى حاجة ان الخضرة هناك سعرها حلو الصراحة، بيبيعوا الحزمة الواحدة بجنيه. انا اكتر حاجة بحب وبحرص ان انا اخدها كل سوق خميس لما بنزل السوق ان انا اخد خضرة كتير تكفيني طول الاسبوع، لانها بتكون لسه فريش وحلوة ولونها حلو وفي نفس الوقت كمان سعرها حلو جدا. وبكده تكون خلصت جولتنا، يا رب تكون عجبتكم. من اللي رضاكم ما تنسوش حلوين لايك للفيديو. مع السلامة.